السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل المخدة الوردة الكروشيه دي. هو ده شكل المخدة، وان شاء الله طريقتها تكون سهلة علينا وما تاخدش مننا وقت طويل. هنا طبعا انا استخدمت خيط رفيع لان انا كنت عايزة المخدة يطلع معايا حجمها صغير، لكن انتوا براحتكم ممكن تستخدموا خيط اتخن من الخيط اللي انا مستخدماه وحجم المخدة هيطلع معاكم اكبر بكتير من كده. وممكن تستخدموا المخدة دي على المكتب او على السرير او على الكنبة. مش هطول عليكم، يلا بينا نشوف الادوات. هي دي الادوات اللي احنا هنستخدمها. اول حاجة عندي هي الخيط. انا في الفيديو ده مستخدمة خيط صوف، لكن انتوا براحتكم خالص ممكن تستخدموا اي خيط تاني انتوا حابينه. وانا في المخدة دي هحتاج لونين، لون لورق الوردة ولون للجزء الاصفر اللي بيبقى في نص الوردة. طبعا انا في المخدة دي استخدمت خيط اكتر من كده، لكن هو ده الخيط اللي متبقي بعد ما خلصت المخدة. معلش نسيت اصور الجزء ده قبل ما اعمل المخدة. وهحتاج ابرة كروشيه، واهم حاجة ان الابرة تكون نفس مقاس الخيط، والإبرة اللي أنا مستخدماها مقاسها 3.5 ملم. وهحتاج مقص علشان أقص بيه الخيط، وبرضه هحتاج حاجة أعلم بيها بداية أو نهاية الدور، وهحتاج إبرة علشان أقدر أخيط بيها المخدة، وبرضه هحتاج حشو. يلا بينا نبدأ مع بعض. أول حاجة هبدأ بيها هي إني هعمل 6 غرز حشو جوه دايرة سحرية. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. وبعد كده هشد الخيط ده علشان اقفل الدايرة السحرية. وكده انا خلصت الدور الاول، والمفروض في اخر الدور الاول يبقى عندي 6 غرز حشو جوه دايرة سحرية. دلوقتي هبدأ الدور التاني، والدور التاني عبارة عن زيادات الدور كله. في كل غرزة موجودة عندي هعمل زيادة، والزيادة هي اني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة. كده انا عملت اول غرزة موجودة عندي. منساش طبعا اني اعلم بداية الدور، وانا كده زي ما قلت عملت غرزة حشو في اول غرزة موجودة عندي. هعمل كمان غرزة حشو في نفس الغرزة، وبكده ابقى عملت زيادة. وهفضل اعمل زيادات لغاية نهاية الدور التاني. المفروض في اخر الدور التاني يبقى عندي 12 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور التاني، وزي ما قلنا المفروض في اخر الدور التاني يبقى عندي 12 غرزة. هعد معاكم الغرز دلوقتي علشان نتأكد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. دلوقتي هبدأ الدور التالت، والدور التالت عبارة عن غرزة حشو بعد كده زيادة. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور. وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي اني هحط غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة. وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية اخر الدور، اني هعمل غرزة حشو بعد كده هعمل زيادة. المفروض في اخر الدور التالت يبقى عندي 18 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور التالت، وزي ما قلنا المفروض في اخر الدور التالت يبقى عندنا 18 غرزة.
ولو انتوا حابين ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. دلوقتي هبدأ الدور الرابع، والدور الرابع عبارة عن غرزتين حشو وبعد كده زيادة، ولكن الزيادات اللي انا هعملها في الدور الرابع هتبقى مختلفة شوية. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور، وبعد كده هعمل زيادة، بعد كده هعمل غرزتين حشو كده، 1 2، وبعد كده هعمل زيادة، وهفضل ماشية بالنمط ده لغاية آخر الدور، اني هعمل غرزتين حشو بعد كده زيادة، غرزتين حشو بعد كده زيادة، غرزتين حشو بعد كده زيادة، وهفضل مكملة كده لغاية ما يتبقى لي غرزة واحدة بس في الدور الرابع. وفي الغرزة دي هعمل غرزة حشو. انا غيرت الزيادات في الدور ده لاني عايزة الورق بتاع الوردة يطلع مدور. لو انا اشتغلت الزيادات بطريقة مختلفة عن الطريقة دي ممكن الورق ما يطلعش مدور قوي وبيبقى شكله مش حلو، فانا هشتغل الزيادات بالنمط ده علشان تطلع ورقة الوردة مدورة. طبعا ان شاء الله في بداية كل دور هقول لكم الزيادات هنشتغلها ازاي، يا اما هنشتغلها بطريقة عادية او هنشتغلها بالطريقة دي، ان انا هقسم غرز الحشو على بداية وعلى نهاية الدور. كده انا قربت اوصل لنهاية الدور الرابع، وفاضل لي غرزة واحدة بس. في الغرزة دي هعمل غرزة حشو، وبكده انا خلصت الدور الرابع. المفروض في اخر الدور الرابع يبقى عندي 24 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. دلوقتي هبدأ الدور الخامس، والدور الخامس عبارة عن 3 غرز حشو وبعد كده زيادة، وهشتغل الزيادات في الدور ده بطريقة عادية خالص. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، في تالت غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي اني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية اخر الدور، اني هعمل 3 غرز حشو وبعد كده هعمل زيادة. المفروض في اخر الدور الخامس يبقى عندي 30 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور الخامس، وزي ما قلنا المفروض في اخر الدور الخامس يبقى عندي 30 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. في الدور السادس هعمل 4 غرز حشو وبعد كده زيادة، ولكن الزيادات اللي هعملها في الدور السادس هتبقى مختلفة شوية. فاول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي اني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة. بعد كده في ال4 غرز اللي جايين هعمل غرزة حشو في كل غرزة منهم، 1 2 3 4، وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي اني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده اني هعمل 4 غرز حشو وبعد كده هعمل زيادة. هفضل مكملة لغاية ما يتبقى لي غرزتين في الدور السادس، وفي الغرزتين دول هعمل في كل غرزة فيهم غرزة حشو. كده انا فاضل لي غرزتين في الدور السادس، في كل غرزة فيهم هعمل غرزة حشو. كده انا خلصت الدور السادس، والمفروض في اخر الدور السادس يبقى عندي 36 غرزة.
ولو انتوا حابين ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. دلوقتي هبدأ الدور السابع، والدور السابع عبارة عن 5 غرز حشو وبعد كده زيادة. والزيادات اللي انا هعملها في الدور ده هتبقى زيادات عادية خالص. فاول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، في تالت غرزة هعمل غرزة حشو، في رابع غرزة هعمل غرزة حشو، في خامس غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل زيادة. والزيادة هي اني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية اخر الدور، اني هعمل 5 غرز حشو وبعد كده هعمل زيادة. المفروض في اخر الدور السابع يبقى عندي 42 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور السابع، وزي ما قلنا المفروض في اخر الدور السابع يبقى عندي 42 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. دلوقتي هبدأ الدور الثامن، والدور الثامن عبارة عن غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي، يعني مش هعمل اي زيادات. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا أهم حاجة إني أعلم بداية الدور، وهفضل أعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي لغاية نهاية الدور الثامن. المفروض في آخر الدور الثامن يبقى عندي 42 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده انا خلصت الدور الثامن، وزي ما قلنا المفروض في اخر الدور الثامن يبقى عندي 42 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. دلوقتي هبدأ الدور التاسع، وفي اول 13 غرزة من الدور التاسع هعمل غرزة حشو، وبعد كده في الغرزة ال 14 هعمل زيادة. وأوريكم مع بعض. في اول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش اني اعلم بداية الدور. كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. وبعد كده هعمل زيادة. الزيادة هي اني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، اني هعمل 13 غرزة حشو وبعد كده هعمل زيادة. المفروض في آخر الدور التاسع يبقى عندي 45 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور التاسع، والمفروض في آخر الدور التاسع يبقى عندي 45 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. دلوقتي هبدأ الدور العاشر، والدور العاشر عبارة عن غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. في أول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور، وهفضل اعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي لغاية نهاية الدور العاشر. المفروض في آخر الدور العاشر يبقى عندي 45 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور العاشر، وزي ما قلنا المفروض في آخر الدور العاشر يبقى عندي 45 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. دلوقتي هبدأ الدور ال11، وأول حاجة هعملها في الدور ال11 هي إني هعمل 11 غرزة حشو. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور، ودي هي اول غرزة حشو انا هعملها.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي إني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة، وبعدين هعمل 21 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. وبعد كده هعمل زيادة، وبعد كده هعمل 11 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. كده أنا خلصت الدور ال11، والمفروض في آخر الدور ال11 يبقى عندي 47 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. دلوقتي من الدور ال12 للدور ال15، يعني 4 أدوار، هعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي، ومش هعمل أي زيادات. في أول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور، وهفضل أعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي في ال4 أدوار اللي جايين من الدور ال12 للدور ال15. المفروض في آخر كل دور يبقى عندي 47 غرزة حشو. هخلص ال4 أدوار دول وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور ال15، وزي ما قلنا المفروض في آخر الدور ال15 يبقى عندي 47 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. دلوقتي هقفل الورقة بتاعت الوردة، وهقفلها بإني هقص الخيط، ومش مضطرة إني أسيب كمية كبيرة من الخيط. وبعد كده هقفل الورقة بالشكل ده، وهشد الخيط، وكده أنا خلصت ورقة من الوردة. كده أنا خلصت ورقة من الأوراق بتاعة الوردة. أنا في الوردة اللي أنا بعملها المفروض يبقى عندي 5 ورقات. أنا كده خلصت واحدة، هعمل كمان 4، ولكن مهم جدا إن في آخر ورقة أنا بعملها اللي هي الورقة ال5 إني مقصش الخيط. يبقى أنا هيبقى عندي 5 ورقات، هقص الخيط في 4 ورقات منهم، ولكن هسيب الخيط في الورقة ال5. هعمل دلوقتي كمان 4 ورقات وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت ال5 أجزاء، ويلا بينا دلوقتي نشبكهم في بعض. أول حاجة هبدأ بيها عشان أشبكهم هي إني هعمل 24 غرزة حشو في آخر جزء أنا عملته اللي هو الجزء الخامس، وزي ما قلت لكم ما قصيتش الخيط. دلوقتي هعمل 24 غرزة. واحد، ومنساش طبعا إني أعلم أول غرزة. 2 3 4 21 22 23 24. بعد
كده هجيب تاني جزء وبرضو هعمل 24 غرزة في الجزء التاني. 1 2 3 4 5 6 7 8 22 23 24. وهشبك بقية ال3 أجزاء بالشكل ده، إني وأنا بشبكهم هعمل 24 غرزة حشو في كل جزء منهم. والدور اللي أنا بعمله ده هو الدور ال16، والمفروض في آخر الدور ال16 يبقى عندي 120 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت، وفي كل جزء عندي عملت في أول 24 غرزة منه غرزة حشو. ودلوقتي هشبك الأوراق كلها في بعض، وأنا بشبكهم أتأكد أول حاجة إن هما مظبوطين، إن مفيش واحدة مثلا ملفوفة بالشكل ده. أتأكد إن هما كلهم مظبوطين. وبعد كده هشبك آخر جزء في أول غرزة من أول جزء بغرزة حشو. بالشكل ده، وهي دي هتبقى بداية الدور ال17. فطبعا هعلم بداية الدور، والدور ال17 هيبقى عبارة عن غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. المفروض في آخر الدور ال17 يبقى عندي 120 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. ولما أوصل للجزء اللي أنا شبكت فيه كل جزء بالتاني، هعمل غرز حشو بطريقة عادية جدا. هخلص بقية الدور ال17 وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور ال17، والمفروض في آخر الدور ال17 يبقى عندي 120 غرزة. ولو انتوا حابين ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. دلوقتي هبدأ الدور ال18، والدور ال18 عبارة عن تناقصات الدور كله. منساش طبعا اني اعلم بداية الدور، وهفضل اعمل تناقصات لغاية نهاية الدور ال18. المفروض في اخر الدور يبقى عندي 60 غرزة. هخلص الدور ال18 وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور ال18، وزي ما قلنا المفروض في اخر الدور ال18 يبقى عندي 60 غرزة. ولو انتوا حابين ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. دلوقتي هبدأ الدور ال19، والدور ال19 عبارة عن 8 غرز حشو وبعد كده تناقص.
ولكن التناقصات اللي هعملها في الدور ده هتبقى مختلفة شوية. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، في تالت غرزة هعمل غرزة حشو، في رابع غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل تناقص، والتناقص هو اني هخلي غرزتين حشو وغرزة واحدة. بعد كده هعمل 8 غرز حشو وبعد كده تناقص، وهفضل مكملة بنمط 8 غرز حشو وبعد كده تناقص لغاية ما يتبقى لي 4 غرز بس في الدور ال19. في كل غرزة من ال4 غرز دول هعمل جواها غرزة حشو. هخلص وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا فاضلي 4 غرز في الدور ال19، في كل غرزة منهم هعمل جواها غرزة حشو. 1 2 3 4. كده أنا خلصت الدور ال19، والمفروض في آخر الدور ال19 يبقى عندي 54 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. ودلوقتي هبدأ الدور ال20، والدور ال20 عبارة عن 7 غرز حشو وبعد كده تناقص. في أول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، في تالت غرزة هعمل غرزة حشو، في رابع غرزة هعمل غرزة حشو، في خامس غرزة هعمل غرزة حشو، في سادس غرزة هعمل غرزة حشو، في سابع غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل تناقص، والتناقص هو اني هخلي غرزتين حشو غرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، اني هعمل 7 غرز حشو وبعد كده هعمل تناقص. المفروض في آخر الدور ال20 يبقى عندي 48 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور ال20، وزي ما قلنا المفروض في آخر الدور ال20 يبقى عندي 48 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. ودلوقتي هبدأ الدور ال21، والدور ال21 عبارة عن 6 غرز حشو وبعد كده تناقص، ولكن برضو التناقصات اللي هعملها في الدور ده هتبقى مختلفة شوية. في أول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، في تالت غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل تناقص، والتناقص هو اني هخلي غرزتين حشو وغرزة واحدة، وبعد كده هعمل 6 غرز حشو، وبعد كده هعمل تناقص، والتناقص هو اني هخلي غرزتين حشو وغرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده اني هعمل 6 غرز حشو وبعد كده هعمل تناقص لغاية ما يتبقى لي 3 غرز في الدور ال21، وفي كل غرزة من ال3 غرز دول هعمل جواها غرزة حشو. هخلص وبعد كده هرجع اقابلكم.
وكده انا فاضل لي 3 غرز في الدور ال21، وفي كل غرزة من ال3 غرز دول هعمل جواها غرزة حشو. 1 2 3. كده انا خلصت الدور ال21، والمفروض في اخر الدور ال21 يبقى عندي 42 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. وكده انا خلصت اخر دور في الوش ده، ودلوقتي هقفل الجزء ده، وعلشان اقفله اول حاجة هشيل العلامة اللي انا حطاها، وبعد كده هعمل غرزة منزلقة، وبعد كده هقص الخيط وهسيب كمية من الخيط اقدر بيها اني اخيط الوردة. وبعد كده هشد الخيط ويلا بينا دلوقتي نشتغل الجزء ده من الوردة. اول حاجة هعملها هي اني هشبك الخيط بتاعي في اول غرزة، ولازم اخلي بالي كويس علشان اعرف اول غرزة فين. زي ما احنا شايفين هنا هي دي اول غرزة، لان الغرزة دي تبع الجزء اللي قبل كده، فهي دي اول غرزة عندي في الوردة في المكان ده. هشبك الخيط بتاعي بالشكل ده، وهعمل غرزة سلسلة، والغرزة السلسلة دي ما تتحسبش انها غرزة وانا بعد في الاخر بالشكل ده. وبعد كده هعمل غرزة حشو، بالشكل ده، وهي دي اول غرزة عندي في الدور ال16. هعلم اول غرزة، وبعد كده هعمل كمان 22 غرزة حشو. يبقى انا كده عملت اول غرزة عندي في الدور، هعمل كمان 22 غرزة، ففي الاخر هيبقى عندي 23 غرزة في الجزء ده. كده انا عملت ال23 غرزة، ودلوقتي هعمل تناقص. التناقص اللي هعمله هيبقى في الغرزة دي، وزي ما احنا شايفين الغرزة دي هي بالفعل معمول فيها غرزة، لكن انا هعمل تناقص في الغرزة دي وفي الغرزة دي، والغرزتين دول هما بالفعل معمول فيهم غرزة. هعمل تناقص بالشكل ده، التناقص اللي هعمله ما بين كل ورقة والتانية هيعتبر الغرزة ال24 في كل ورقة من الوردة، وهفضل مكملة بالنمط ده اني هعمل 23 غرزة في كل ورقة، وبعد كده هاجي عند الجزء ده وهعمل تناقص. والتناقص برضو اللي انا بعمله عشان يشبك الاوراق في بعضها ويكون شكلها احلى، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية اخر الدور اني هعمل 23 غرزة، وبعد كده في الجزء ده هعمل تناقص 23 غرزة، وبعدين هنا هنعمل تناقص. المفروض في اخر الدور ال16 يبقى عندي 120 غرزة،
هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور ال16، وزي ما قلنا المفروض في اخر الدور ال16 يبقى عندي 120 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. دلوقتي من الدور ال17 للدور ال21 الخطوات بالظبط هتبقى زي الخطوات اللي عملتها في الجزء اللي قبل كده. في الدور ال17 هعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي، والمفروض في اخر الدور يبقى عندي 120 غرزة. في الدور ال18 هعمل تناقصات لغاية نهاية الدور، والمفروض في آخر الدور ال18 يبقى عندي 60 غرزة. والدور ال19 هيبقى عبارة عن 8 غرز حشو بعد كده تناقص، وزي ما قلنا التناقصات اللي احنا هنعملها هتبقى مختلفة شوية، اني هعمل 4 غرز حشو بعد كده هعمل تناقص، وبعدين هعمل 8 غرز حشو بعد كده تناقص، وهكرر النمط 8 غرز حشو بعد كده تناقص لغاية ما يبقى لي 4 غرز بس في الدور، وفي كل غرزة من ال4 غرز دول هعمل جواها غرزة حشو. وبعد كده في الدور ال20 هيبقى عبارة عن 7 غرز حشو بعد كده تناقص، والدور ال21 هيبقى عبارة عن 6 غرز حشو بعد كده تناقص، والتناقصات اللي احنا هنعملها هتبقى برضو مختلفة شوية. هعمل 3 غرز حشو بعد كده هعمل تناقص، وبعدين هعمل 6 غرز حشو بعد كده تناقص، وهكرر النمط 6 غرز حشو بعد كده تناقص لغاية ما يبقى لي 3 غرز بس في الدور، وفي كل غرزة من ال3 غرز دول هعمل جواها غرزة حشو. والمفروض في آخر الدور ال21 يبقى عندي 42 غرزة. يبقى في الدور ال17 هيبقى عندي 120 غرزة، في الدور ال18 هيبقى عندي 60 غرزة، في الدور ال19 هيبقى عندي 54 غرزة، في الدور ال20 هيبقى عندي 48 غرزة، في الدور ال21 هيبقى عندي 42 غرزة. هخلص من الدور ال17 للدور ال21 وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور ال21، ودلوقتي هعمل غرزة منزلقة، وبعد كده هقص الخيط، ومش لازم اسيب كمية كبيرة من الخيط لان انا بالفعل سبت كمية كبيرة من الخيط في الناحية التانية. وبعد كده هبدأ احشي الوردة، وبعد كده هخيط الوردة من جوه في الوش وفي الظهر بتاع الوردة. انا عندي هنا نفس عدد الغرز، فانا بخيط الوردة بقدر الامكان اتأكد ان كل غرزة متخيطة في التانية. كده انا خيطت الوردة من جوه، ويلا بينا دلوقتي نعمل الجزء الاصفر اللي هيبقى في نص الوردة. دلوقتي هعمل الجزء الاصفر من الوردة اللي هو الجزء ده،
أول حاجة هبدأ بيها هي إني هعمل 6 غرز حشو جوه دايرة سحرية. وبكده أنا خلصت الدور الأول، والمفروض في آخر الدور الأول يبقى عندي 6 غرز حشو جوه دايرة سحرية. بعد كده هبدأ الدور التاني، والدور التاني عبارة عن زيادات الدور كله. في كل غرزة موجودة عندي هعمل زيادة، والزيادة هي إني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة. منساش طبعا إني أعلم بداية الدور. كده أنا عملت غرزة حشو في أول غرزة موجودة عندي، هعمل كمان غرزة حشو في نفس الغرزة، وبكده أبقى عملت زيادة، وهفضل أعمل زيادات لغاية نهاية الدور التاني. المفروض في آخر الدور التاني يبقى عندي 12 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور التاني، وزي ما قلنا المفروض في آخر الدور التاني يبقى عندي 12 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. دلوقتي هبدأ الدور التالت، والدور التالت عبارة عن غرزة حشو وبعد كده زيادة. في أول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور، وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي إني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني هعمل غرزة حشو وبعد كده هعمل زيادة. المفروض في آخر الدور التالت يبقى عندي 18 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور التالت، وزي ما قلنا المفروض في آخر الدور التالت يبقى عندي 18 غرزة. دلوقتي هبدأ الدور الرابع، والدور الرابع عبارة عن غرزتين حشو بعد كده زيادة، ولكن الزيادات اللي هعملها في الدور ده هتبقى مختلفة شوية. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور، وبعد كده هعمل زيادة، وبعدين هعمل غرزتين حشو، 1 2، وبعد كده هعمل زيادة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية ما يتبقالي غرزة واحدة بس في الدور الرابع، إني هعمل غرزتين حشو وبعد كده هعمل زيادة. كده أنا فاضلي غرزة واحدة في السطر الرابع، وفي الغرزة دي هعمل جواها غرزة حشو. وبكده أنا خلصت الدور الرابع، والمفروض في آخر الدور الرابع يبقى عندي 24 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. دلوقتي هبدأ الدور الخامس، والدور الخامس عبارة عن 3 غرز حشو بعد كده زيادة. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، في تالت غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي إني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني هعمل 3 غرز حشو بعد كده هعمل زيادة. المفروض في آخر الدور الخامس يبقى عندي 30 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور الخامس، وزي ما قلنا المفروض في آخر الدور الخامس يبقى عندي 30 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. دلوقتي هبدأ الدور السادس، والدور السادس عبارة عن 4 غرز حشو بعد كده زيادة، ولكن الزيادات اللي هعملها في الدور السادس هتبقى مختلفة شوية. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي إني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة.
بعد كده هعمل 4 غرز حشو. 1 2 3 4. وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي اني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده اني اعمل 4 غرز حشو وبعد كده زيادة لغاية ما يتبقى لي غرزتين بس في الدور السادس. كده انا فاضلي غرزتين في الدور السادس، في كل غرزة من الغرزتين دول هعمل جواها غرزة حشو. وبكده انا خلصت الدور السادس، والمفروض في اخر الدور السادس يبقى عندي 36 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. دلوقتي هبدأ الدور السابع، والدور السابع عبارة عن 5 غرز حشو بعد كده زيادة. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو. في تالت غرزة هعمل غرزة حشو. في رابع غرزة هعمل غرزة حشو. في خامس غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي اني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور اني هعمل 5 غرز حشو وبعد كده هعمل زيادة. المفروض في آخر الدور السابع يبقى عندي 42 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور السابع، وزي ما قلنا المفروض في آخر الدور السابع يبقى عندي 42 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. دلوقتي في الدور الثامن والدور التاسع هعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي، ومش هعمل أي زيادات. فأول غرزة موجودة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور، وهفضل اعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي في الدور الثامن والدور التاسع. المفروض في آخر كل دور يبقى عندي 42 غرزة. هخلص الدورين دول وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور التاسع، ودلوقتي هقص الخيط. وكده أنا خلصت أول جزء. هعمل جزء زي الجزء ده بالظبط، ولكن في الآخر مش هقص الخيط، وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الجزء التاني، وهخيط الجزئين في بعض. عشان أخيطهم أول حاجة هشيل العلامة اللي أنا حطاها، وبعد كده هعمل غرز حشو حوالين كل جزء علشان أقدر أقفلهم. بالشكل ده. وبرضو هحشي الجزء ده قبل ما اخيطه بالكامل. هرجع اقابلكم لما اخلص. كده انا فاضل لي فتحة صغيرة، فدلوقتي هبدأ احشيها.
وبعد ما خلاص اقفل الدايرة هعمل غرزة منزلقة، وبعد كده هقص الخيط وهسيب كمية من الخيط اقدر بيها اني اخيط الدايرة دي في نص الوردة. وبعد كده هشد الخيط بالشكل ده، ويلا بينا دلوقتي نخيط الدايرة في نص الوردة. ويلا بينا دلوقتي نخيطه في نص الوردة. عدد الغرز هنا من بره نفس عدد الغرز اللي في الوردة من جوه، فحاول بقدر الامكان اني اخيط كل غرزة في التانية. هخيط الجزء اللي في النص وبعد كده هرجع اقابلكم. وبكده ابقى خلصت الوردة. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، ولو في اي اسئله عندكم ممكن تكتبوها في التعليقات وانا هحاول بقدر الامكان اني ارد عليها. لو في اي حاجه تانية انتوا حابين تعملوها ممكن برضو تكتبوها في التعليقات وان شاء الله اعمل لكم فيديو عنها. لو عملتوا المخده دي ممكن تحطوها على الانستجرام وتعملوا لي منشن، احب جدا اني اتفرج على ابداعاتكم. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، هشوفكم المره الجايه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.